السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم واحد الكرس اللي واعر 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 بزاف. ساهل وفي نفس الوقت كيجي لذيذ بزاف. كنصحكم انكم تجربوه. فالا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي ولا الفيديو ديالي، ما تنسيش اختي تدخلي تشتركي في القناه وتوركي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ودائما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتعليقكم الزوينه. فيلا نبداو الفيديو ديالنا، نشوفوا المقادير مع الطريقه. هنا البنات اول حاجه عندي واحد خزوه، يعني ما كبيره بس صغيره، مع بطيطه. كنسلقهم حتى كيتسلقوا ليا مزيان. تقريبا هنا شاط ليا فيه كاس ديال الماء. نتوما الا ما شاطش لكم كاس ديال الماء كتعبروا كاس ديال الماء كتزيدوا في مولينيكس. كنزيد واحد ساشيه ديال فاني، كاس ديال السكر. هنا راه ما سلقتهمش مع الملحه. كنزيد كاس مع مرش ديال الزيت كما كتشوفوا معايا، دائما العبار بكاس العنبه. وغنزيد نص كاس ديال الماء، لحقاش انا ديجا فيه الماء، فلذلك ما غنزيدش الماء بزاف، غنزيد غير نص كاس. تقريبا هنا ياخذ لي شي كاس ونص، لحقاش كاس كاين مع بطاطا وخيزو، يعني فاش تسلق ونص كاس زدتو باش ما تزيدوش الماء بزاف. وهنا بالنسبه للدقيق دخل لي 600 غرام. يقدر يدخل لكم كتر او لا اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق، ولا ما كثرتو ولا قللتو. المهم هنا كديروا شويه الدقيق، من بعد كتخويو داك الخليط اللي طحنا مزيان. درنا هنا الخميره ديال الخبز شي 2 معالق تقريبا، وغنزيد الملحه. وغنبدا نعجن والدقيق حدايا كتعجنوا عادي جدا. كما كتشوفوا انا كنضرب به هكايا بحال الشفنج باش ما كيعذبنيش في التليك، ولا يعني ما كياخذش لي الوقت. هانتوما راه زدت الدقيق مازال، تقريبا درت شي 400 غرام في القصريه في الاول، من بعد زدت واحد 200 غرام كما تشوفوا معايا، لان ديك الزلافه كتهز 200 غرام. وغنبدا نجمع العجين، ما يكونش يعني قاصح، غيكون رطب او لا لين. هانتوما كما كتشوفوا العجين راه رطب، ومازال يدي كندير ليه الماء باش كنبقى نضرب به مزيان باش يدلك ليا. هذه هي الطريقه باش غدلكو، لان العجين شي شويه مرخوف نيت. كنبقى ندير يدي في الماء وكنبقى نضرب. يعني هاد الطريقه راه ساهله وما كتاخذش مجهود. ها واحد شويه وكتحبسوا. من بعد ما حسيت بيه بلي راه دلك مزيان ولا ليا مطاط، يعني بحال مسكه كتجبدوه ما كيتقطعش، غندهن يدي بشويه الزيت وغندهن العجين ديالي ونخليها ترتاح اقل حاجه شي 10 دقائق، يعني باش كتساعدنا في التقطاع. هانتوما كما كتشوفوا العجين راه مدلوك ورطب. هنا خليته 10 دقائق، حطيته بهاد البلاستيكه. كما كتشوفوا هنايا ورق الزبده، هنا هاد ورق الزبده كيلصق ليا فكندهنو بالزيت هو الاول. فانتم الا كان عندكم يعني ورق الزبده زوين بلا ما تحتاجوش تدهنوه. كما كتشوفوا العجين ديالنا نخويها من داك الهواء ولا نديكازيها.
يعني العجين راه ناجح 100%، وما نعاودش لكم على النتيجه ديال هاد الكرس، كيجي واعر صراحه. كنبقى نقطع على حسب يعني الكريصه اللي بغيتها صغيره بغيتها كبيره، وكنحطها في الطاوه اولا في اللاطه ديال الفران. كنبقى مستمرة بنفس الطريقة، كنبقى ندور على الجنب، عاد كنرجع للوسط باش ما نخسرش ليها الخميرة ديالها. هنا البنات بعد ما يعني قطعتهم كاملين على حسب الكريسات اللي انا بغيت فيهم، يعني ما درتهمش هنايا كبار بزاف، غنكرسهم واحد شويه حيت ما بغيتهمش يجيوني غلاط. يعني حاولوا تكرسوهم شي شويه حيت راه كيتنفخوا. هنا نحاول نكرسهم واحد شويه في اللاطه. وغنحاول انني نفلحهم شي شويه بالموس اولا شي ريزوان، شي حاجه ماضيه. ولكن هاد القضيه ديالها البنات تدهنوه بالبيض، انا راه العكس. هنا غير بغيت نوريكم، صدقت مخسره الفيديو. المهم ما علينا، هاد القضيه ديروها حتى تدهنوه بالبيض، عاد ديروها باش كيبقاو دوك الفليحات باينين. يعني فاش كتفلحوا الخبز حتى كدهنوه بالبيض ولا كترشوه بالماء، عاد كتفلحوه باش كيبقى باين. هنا عندي صفر بيضة وعندي معاه شوية الحليب وشوية ديال المليحة طبعا، وكندهن الكرس ديالي من الفوق. هنا راه مازال ما خامرش البنات، يعني كندهنو وكندير ليه كلشي، كندخلو الفران كنخليه حتى كيخمر صافي، وعاد كنطيبو. يعني كندير هاد القضية في دقة وحدة، كتجيني صراحة سهلة وفي نفس الوقت عملية. بعد ما دهنتهم كاملين غنرشهم بالجنجلان اولا كاوكاو اولا اي حاجه بيتوها كترشوهم بها. ولكن من الاحسن دائما الجنجلان هو اللي كيجي صراحه في الكرس، لا في الديكور ديالو ولا في المذاق ديالو. كنخليهم يخمروا تقريبا شي 15 دقيقه حتى 20 دقيقه على حسب الجو. انا كنسخن الفران ومن بعد كنطفي عليه، كنخليه يبرد واحد شويه وكندخلهم ليه. كما كتشوفوا معايا راه خمروا، شوفوا تبارك الله كيطلعوا. هنا راه خليتهم واحد 15 دقيقه ودخلتهم الفران اللي يكون سخون، وشعلت عليه من التحت بحال الخبز، يعني الطياب ديال الخبز. هانتوما كي كتشوفوا بعد ما طابوا كيجيو رطبين سفنجيه صراحه، واعرين واعرين. كنصحكم انكم تجربوهم. والمذاق ما نعاودش ليكم، عرفت لي المذاق ديال خيزو وبطاطا راه جاو خطيرين صراحه. فدائما ملي وصلتي هنا ما تنساش تخليني واحد لايك وتشترك الفيديو مع لي زامي ديالك اولا الفاميلا ديالك باش تعمل الفائده. ودائما ما تنساونيش باشتراك في القناة وتوركوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ونتمنى انكم تجربوا هذا الكرس لان فريمون كيجي واعر، وحنا في الابواب ديال رمضان كنبيو هكا الكريسات خصوصا بحال هادو كيكونوا زوينين صراحه. المذاق ديالهم راه واعر بزاف البنات.
هانتوما الداخل ديالو واخا كيجيو هكايا اللون ديالهم هكا داير، يعني لحقاش على حسب خيزو، ولكن المذاق ما نعاودش لكم. فهنا نقول لكم خليتكم على خير، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.